اكبر كذبه صدقناها بكره القدم هو انك اذا جمعت نجوم الارض بفريق واحد راح تحتكر البطولات. ريال مدريد اليوم هو الدليل القاطع على هي الكذبه، على الرغم ان الفريق حاليا بيملك اسماء بترعب اوروبا، لكن النتيجه كانت موسمين ورا بعض والمحصله 0 بطولات. سبب هذا الشيء مش اصابات ولا حظ، بل هو تدمير ذاتي سببه فكره تجاريه بحتيه، وهذا التدمير الذاتي هو اللي خلى اوروبا تنصدم من تجربه باريس سان جيرمان 2025. النادي اللي كان يلقب بنادي الاموال بسبب تجميع النجوم، وكانوا ضحوكة اوروبا بالاخفاقات، لكن فجاه وبقياده لويس انريكي وباسماء حرفيا مش مشهوره حقق السداسيه التاريخيه اللي عجز عنها ميسي ونيمار ومبابي. السؤال الان اللي بيطرح نفسه وبقوه بدون اي مجاملات وهو سؤال الحلقه، ليش المنظومه الاقل نجوميه هي اللي بتسيطر على كره القدم اليوم؟ والجواب بيبدا يا صديق الكابتن من الكذب اللي حكينا عنها، الاسماء بتصنع البطولات، لكن بالواقع الملعب بيعرف بشيء واحد وهو الادوار والتوازن. لما تحشر 3 أو 4 لاعبين سوبر ستار كلهم متعودين الكره توصل لرجليهم وكلهم بدهم يكونوا الرجل الاول في اللقطه والهدف، هيك انت ما بتبني فريق مرعب، انت بتخلق ازمه تكتيكيه خانقه داخل الملعب. مين راح يضغط على حامل الكره؟ مين راح يركض بدون الكره عشان يفتح مساحات للثاني؟ والنتيجه هتكون 11 لاعب منعزل بيلعبوا لحالهم، مش فريق بيلعب لقميص واحد. وهذا التضارب الفني اللي بيصير بالملعب فجر كارثه كبيره خلف الكواليس. غرفه الملابس بتتحول من مكان للتركيز والتعاون الى ساحه معركه ايجوهات، مين بيستلم راتب اعلى، مين صورته متصدره غلاف اللعبه والاعلانات. كل النجوم بيصيروا بدهم يلعبوا عشان الارقام الفرديه وصورته بالكره الذهبيه، بيختفي كلمه نحن وبصير الكل يحكي انا. وهيك بيئه سامه معقده بيوقع المدرب باكبر ورطه ممكن تتخيلها. مدرب ريال مدريد بيلاقي حاله مجبر يراضي اسماء كبيره خوفا من الاداره والاعلام، وبصير يرجع التشكيله بس عشان النجم الفلاني ما يزعل ويقعد على الدكه، او حتى بخاف يستبدل نجم حتى لو كان اداؤه سيء في الملعب. في المقابل لويس انريكي في باريس عمل العكس تماما، مسك المقشه ونظف النادي من النجوميه الزائف، واسس نظام صارم اللي ما بيركض للمنظومه مكانه برا النادي، وهذا الشيء اللي خلق فريق جائع بياكل الملعب وما بيهمه اي اسم كبير بواجهه. والحقيقه المره اللي لازم جماهير مدريد تتقبلها اليوم ان احيانا الاداره بتفكر بعقليه الراسماليه، بتفكر في مبيعات القمصان والتريند والمتابعين، وتفكر ايضا ان عشان تضاعف الارباح لازم تلعب النجوم. بس كره القدم الحديثه انصفت التكتيك وعاقبت العشوائيه. نجاح باريس 2025 هو رساله واضحه لكل انديه اوروبا، النجوميه بدون نظام واضح هي مجرد فوضى مكلفه جدا، وان المنظومه المتماسكه دائما راح تكسر غرور المواهب الفرديه، وهذا الدرس اللي لازم مدريد يستوعبه الان قبل ما يضيع منه الموسم الجاي كمان.